السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة شهوات مختارة. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم ابلي بالخضر، طريقة بسيطة وسهلة كيجي لذيذ بزاف. كنتمنى هاد الوصفة تعجبكم وتجربوها. ودابا اجي نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. فرجة ممتعة. عندي هنا نص كيلو ديال الابلي. هاد القمح كيجي بهذا الشكل. عندي هنا واحد جوج جزرات صغار محكوكين. عندي بصله موين مشلضه طريفات صغار. عندي الفلفله، نص فلفله خضراء مقطعه طريفات صغار ونص فلفله حمراء. عندي هنا واحد المعلقه كبيره ديال لاصوص طوماط جاهزه. عندي معلقه ديال الزبده، معلقه ديال الزيت. وفي العطريه عندي الملح كتبقى على حسب الذوق، معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال البابريكا تحميره. خديت طنجره غندير فيها الزيت والزبده. غندير البصله، نخلي هاد البصله تشحر. البصله بدات كتشحر غندير الفلفله. غندير خيزو، غندير هاد لاصوص طوماط. الخضريه عندي تشحرات. ندير العطريه، غندير هنا ابلي.
غندير عليه الماء درت هاد الكميه ديال الماء، ها هي غطات ليا هاد الخضره وابلي. غنغطي عليه غنخليه يطيب، ولا احتاج الماء غنزيد. عريت على ابلي باقي لي غير شويه ويطيب، باش ما نخليهش يوكح غادي نزيد فيه واحد شويه د الماء. لقيت حتى الملحه ناقصه واحد شويه، نزيد شويه د الملح. هاد القمح كيطيب غير 10 دقائق وكيطيب. دابا يلاه دازو 5 دقائق، لقيتو تشرب. انا غنعاود نسد عليه ونخليه يطيب. دازت واحد 15 دقيقه، عريت على هاد ابلي كيف كتشوفوا ها هو طاب. كيجي الحبات ديالو هكا مفرزين، كيجي بهذا الشكل. الابلي ديالنا كيجي بهذا الشكل، كنقدموه مع الدجاج ولا اللحم مشوي، كيجي لذيذ بزاف. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديال الابلي بالخضر. انا قدمته بهذه الطريقه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، لانها كتستحق تجربه. هذا الطبق كيجي رائع جدا ولذيذ، وكيف شفتوا التحضير ديالو ساهل وسريع، وبلا ما ننسى اللذه ديالو. الى عجبكم الفيديو كنتمنى تابوناو في القناه وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي. الى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله. كيف ديما سهله في التحضير، مكونات بسيطه موجوده في كل بيت. دمتم في رعايه الله وحفظه.